منذ بداية ثورة روجافاي كردستان والمرأة لعبت دورا مهما وكبيرا وبارزا. لعبت دورا في القيادة وفي الريادة وفي المجتمع كسياسية وامرأة تدير نفسها بنفسها، وأيضا لعبت دورا مهما وكبيرا في أن تكون امرأة صحفية. طبعا منذ بداية الثورة حملت المرأة عدستها، وذلك لإظهار حقيقة المنطقة، لإظهار الإبادات التي تحصل في المنطقة من خلال الحروب التي يتم استهدافها من قبل العدو التركي. يريدون كسر إرادة المرأة الحرة، يريدون كسر فلسفة وإيديولوجية المرأة الحرة التي بنيت تحت شعار المرأة حياة حرية. طبعا يتم استهداف المرأة الصحفية لأنهم لا يريدون إظهار حقيقة المنطقة التي يتم استهدافها، لأن عدسة هذه الامرأة الصحفية هي إظهار عين الحقيقة. طبعا هذه ليست المرة الأولى التي يتم بها استهداف المرأة الصحفية، ومنهم جوليستان وديليشان ودينيز، ومؤخرا كان استهداف الصحفيتين هيرو وجوليستان في باشوري كردستان. هذه سياسات الدولة التركية، هذه سياساتها القمعية الهمجية ضد شعوب المنطقة وبالأخص ضد الكرد. طبعا هذه ليست المرة الأولى التي يتم استهداف الصحفيين في باشوري كردستان، منها كانت نوجيان ومؤخرا هيرو وجوليستان. لم نرى أن الحكومة العراقية قامت بالتدخل أو بوقف هذه الهجمات الوحشية. طبعا لم نرى أن الحكومة العراقية قامت بأي تدخل لهذه الوحشية التي يتم استمرارها على الصحفيات. يعني نرى بهذا الخصوص بأن الحكومة العراقية مؤيدة لهذه الهجمات الوحشية. وأصبحت فلسفة المرأة حياة حرية فلسفة عالمية، وذلك بجهود المرأة الصحفية التي بذلت جهودا كبيرة لإظهار عين الحقيقة في شمال وشرق سوريا. نحن كصحفيين في إقليم شمال وشرق سوريا ندين ونستنكر هذه الهجمات الهمجية، ونطالب كافة المنظمات وحقوق الإنسان بوقف هذه الهجمات على مناطق إقليم شمال وشرق سوريا بالأخص، وعلى باشوري كردستان، لأنه مؤخرا تم استهداف الصحفيتين في باشوري كردستان في السليمانية.